مرحبا بيكم في سترو مصر، القناة اللي بتحاول تفهم الإنسان اللي ورا البرج، مش الصفات، مش التوقعات. إحنا هنا علشان نشوف الحكاية من جوه. النهاردة هنتكلم عن برج الحمل، مش عن الشجاعة ولا الاندفاع، لكن عن الإنسان اللي بيجري من حاجة ما بيقولهاش. في ناس بتتحرك علشان عايزة توصل، وفي ناس بتتحرك علشان ما تقفش. الحمل من النوع التاني، مش بيجري ورا حاجة معينة قد ما هو بيجري من الوقوف، لأن الوقوف بيخليه يحس بحاجة مش مرتاح ليها. يمكن قلق، يمكن إحساس إنه لو سكت هيتأخر، لو سكت هيفوته حاجة، لو سكت هيبان ضعيف. الحركة عنده مش اختيار، هي طريقة يهرب بيها من السكون. ولو سألته بتجري على فين، غالبا مش هيعرف يجاوب. الحمل دايما عنده شعور إنه متأخر، حتى لو كان أول واحد. في صوت جواه بيقوله لازم تتحرك دلوقتي، لازم تبدأ قبل ما حد يسبقك. البداية عنده مش حماس بس، هي إثبات، إثبات إنه موجود، إنه قادر، إنه مش ضعيف. لكن المشكلة إنه بيبدأ بسرعة لدرجة إنه ما بيسألش نفسه أنا عايز إيه فعلا. بيبدأ علشان يحس إنه قوي، مش علشان عايز يكمل. ولما يوصل لنص الطريق بيلاقي نفسه تعبان، مش عارف هو جاي ليه أصلا. الثبات عند الحمل شبه الاستسلام، هو شايف إن اللي بيقف بيخسر، اللي بيستنى بيضعف، اللي بيتمهل بيتساب. علشان كده حتى لو كان محتاج يرتاح ما بيرتاحش، بيكمل، بيجري، بيبدأ مشروع جديد قبل ما يخلص القديم. مش لأنه طموح، لأنه خايف من اللحظة اللي هيقف فيها، خايف يواجه نفسه. الحمل عايش كأنه في سباق محدش غيره شايفه. كل يوم لازم يثبت نفسه، كل موقف لازم يكسب، كل علاقة لازم يكون الأقوى فيها. مش لأنه بيحب المنافسة، لأنه بيخاف من الإحساس إنه مش كفاية. ولو سألته مين اللي بتسابقه، هيفتكر شوية وبعدين يقولك مش عارف، بس لو وقفت هحس إني اتهزمت. الحمل مش خايف من الفشل بره، هو خايف من الفشل جوه. خايف يحس إنه ضعيف، خايف حد يشوفه محتاج، خايف يعترف إنه تعبان. علشان كده بيختار القوة حتى لو كانت واجهة، بيفضل يبان صلب حتى لو كان منهار، بيفضل يبان واثق حتى لو كان تايه، بيفضل يبان مش محتاج حتى لو كان بيموت علشان حد يشوفه. لأن الخوف الأكبر عنده مش إنه يخسر حاجة، لكن إنه يخسر نفسه قدام نفسه. عند الحمل التأخير مش مجرد فوات وقت، ده إحساس إنه ما عادش في المقدمة، وده بالنسبة له تهديد. علشان كده بتلاقيه بيتصرف بسرعة حتى لو القرار غلط، حتى لو كان محتاج يفكر أكتر. أهم حاجة عنده إنه ما يفوتوش. لكن الحقيقة إن الجري ده بيخليه يفوت نفسه. الاحتياج عند الحمل ضعف، والضعف ده أكتر حاجة بيهرب منها. بيفضل يعمل كل حاجة لوحده، حتى لو كان صعب، حتى لو كان تعبان. مش لأنه قوي، لأنه خايف حد يشوفه محتاجه ويستغله، أو يشوفه محتاجه ويسيبه. علشان كده بيفضل يبعد، بيفضل يقطع، بيفضل يمشي قبل ما حد يمشي. الغضب عند الحمل مش انفعال بس، ده درع. لما بيحس بالألم بيطلع غضب، لما بيحس بالخوف بيطلع غضب، لما بيحس إنه ضعيف بيطلع غضب. لأن الغضب أسهل من الاعتراف بالوجع. الغضب بيخليه يحس إنه قوي، بيخليه يحس إنه لسه مسيطر. لكن الحقيقة إن الغضب ده بيحرقه من جوه، وبيخلي الناس تبعد، وبيخليه يفضل لوحده مع نفس الوجع اللي كان بيهرب منه. القوة الحقيقية هادية، ما بتحتاجش تثبت نفسها. لكن الحمل لسه بيتعلم ده. بيفتكر إن القوة في السرعة، في رد الفعل، في إنه ما يسيبش حاجة تعدي. لكن الحقيقة إن القوة في إنه يختار متى يرد، وإزاي يرد، ولو أصلاً محتاج يرد. والنضج عنده هو لما يفهم إن السكوت مش ضعف، والتمهل مش تأخير، والاعتراف بالخطأ مش هزيمة. الحمل بيحب بسرعة وبينسحب بسرعة، مش لأنه سطحي، لأنه خايف. بيدخل العلاقة بكل قوته، بيدي كل حاجة بسرعة، بشغف، من غير تفكير. لكن بمجرد ما يحس إنه بقى محتاج الطرف التاني، أو إن الطرف التاني شاف جانب ضعيف فيه، بيبدأ يبعد. مش لأنه مش بيحب، لأنه خايف من الاحتياج. الحمل بيختبر طول الوقت، بيشوف لو الطرف التاني هيفضل، لو هيسيبه لما يشوفه ضعيف، لو هينافسه، لو هيحاول يسيطر عليه. وللأسف الاختبارات دي بتبقى قاسية، بتبقى مفاجأة، وساعات بتبقى سبب في إن الناس تمشي فعلا، مش لأنهم مش بيحبوه، لأنهم تعبوا من الإثبات المستمر. الحمل بيزهق لما الحاجة تبقى سهلة قوي، لما مفيش تحدي، لما الطرف التاني بقى متوقع. مش لأنه ما بيحبش الاستقرار، لأنه بيربط الاستقرار بالملل، والملل بالضعف. بيفتكر إن لو حياته بقت هادية يبقى هو وقف، ولو وقف
يبقى خسر. ولو سألته خسرت إيه؟ مش هيعرف يقول. الاعتراف بالاحتياج ده أصعب حاجة على الحمل، لأنه طول عمره اتعلم إنه لازم يكون قوي، لازم يكون مستقل، لازم يكون الأول. والاحتياج بيهدد الصورة دي كلها. علشان كده بيفضل يكتم، بيفضل يتحمل لوحده، بيفضل يقطع العلاقة بدل ما يقول أنا محتاجك. الحمل بيحب يحس إنه مسيطر، مش لأنه ديكتاتور، لأن السيطرة بتديله إحساس بالأمان. لما يحس إنه مسيطر يحس إنه مش هيتساب، مش هيتخان، مش هيضعف. لكن الحقيقة إن السيطرة المبالغ فيها بتخلي الطرف التاني يختنق، وبتخلي العلاقة تبقى صراع مش حب. لما الحمل يتضغط نفسياً بيحصل حاجة من اتنين: يا إما بيندفع، بياخد قرارات سريعة، بيقطع علاقات، بيسيب شغل، بيغير حياته كلها في يوم، مش لأنه متأكد، لأنه حاسس إنه لازم يعمل حاجة، أي حاجة، علشان يحس إنه لسه قوي. يا إما بينعزل فجأة، من غير مقدمات، من غير تفسير، بيختفي، بيبعد عن الناس، بيقفل على نفسه، مش لأنه مش محتاجهم، لأنه خايف يبان قدامهم ضعيف. الحمل بيهرب للحركة. لما يحس بالقلق بيتحرك، لما يحس بالحزن بيشتغل، لما يحس بالفراغ بيبدأ مشروع جديد. مش لأن الحركة بتحل المشكلة، لأن الحركة بتخليه ما يفكرش. لكن المشكلة لما يوقف، لما الحركة تخلص، بيلاقي نفس الإحساس لسه موجود ومضاعف. الحمل الناضج فهم إن القوة مش في السرعة، القوة في الاختيار. فهم إنه ممكن يبطي من غير ما يخسر، ممكن يعترف بالخطأ من غير ما يضعف، ممكن يحتاج من غير ما يتهز. الحمل الناضج بيعرف إن الحياة مش سباق، وإن الفوز الحقيقي مش في إنه يكون الأول، لكن في إنه يكون نفسه. أما الحمل الهارب لسه بيجري، لسه بيثبت، لسه بيختبر، لسه خايف من الوقوف، ومش عارف إن أكتر حاجة هو محتاجها هي إنه يوقف. الناس شايفة الحمل قوي، وفعلا هو قوي، لكن محدش شايف الخوف اللي وراها، محدش شايف الهشاشة اللي بيخبيها، محدش شايف إنه أحيانا بيكون عايز حد يقوله مش لازم تبقى قوي دايما. الناس بتفتكر إنه ما بيتأثرش، وإنه ما بيحتاجش، وإنه عنده كل حاجة تحت السيطرة. لكن الحقيقة إنه بيتأثر أكتر من أي حد، بس ما بيقولش. الحمل محتاج حد يسمح له يضعف، من غير ما يحكم عليه، من غير ما يستغله، من غير ما يسيبه. محتاج حد ما ينافسوش، ما يحاولش يسيطر عليه، ما يطلبش منه يثبت نفسه كل يوم. محتاج حد يقوله مش لازم تكون الأول، مش لازم تكسب كل مرة، مش لازم تبقى قوي طول الوقت. أنا هفضل حتى لو ضعفت. ده اللي الحمل محتاجه، لكن مش بيقوله. الشفاء عند الحمل بيبدأ من اللحظة اللي يسمح فيها لنفسه يبطي، يتعلم إن التمهل مش ضعف، إن الوقوف مش هزيمة، إن الفشل مش نهاية. يتعلم إنه ممكن يغلط ويكمل، ممكن يحتاج ويفضل قوي، ممكن يتأخر ويوصل برضه. يتعلم إن الحياة مش سباق، وإن الناس اللي بيحبوه مش بيحبوه علشان هو الأول، بيحبوه علشان هو بكل قوته وبكل هشاشته. لو أنت من مواليد برج الحمل، اعرف إنك مش محتاج تثبت نفسك لحد، مش محتاج تكون الأول في كل حاجة، مش محتاج تخبي كل حاجة بتوجعك. القوة الحقيقية مش في إنك ما تقفش، لكن في إنك تعرف إمتى توقف. مش في إنك ما تحتاجش، لكن في إنك تعترف لما تحتاج. مش في إنك ما تضعفش، لكن في إنك تسمح لنفسك تضعف قدام الناس اللي بتحبك. إمتى آخر مرة سمحت لنفسك تكون بطيء من غير ما تحس إنك خسرت السباق؟